اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة ابدأ. وانتم طيبين. ده يوم الوقفة، الروتين بتاعنا يوم الوقفة. خلصنا الشقة هوريها لكم دلوقتي، وبعدين اقف بقى قلت امسكهم في يلا ايديك. بعدين خلصنا الشقة الصبح كده بص قبل ما ارفع يا نخرج نجيب الملابس والحلويات. قلت له تعالى يا استاذ احمد نعبي اللعب اللي هنفرقها على صحابك وانت في المسجد. يلا طلع الكوبايات. وقعدت زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، قلت له يلا. مسكت الحاجة كلها حدفتها له وبدأنا سمي بسم الله ونشوف احنا عملنا ايه. عارفين الكوبايات يا حبايبي، كوبايات المية اللي بتشربيها في الكافيهات وفي والمحلات وفي المقاهي، كوبايات الشاي والنسكافيه وكده. دي جبتها، شلت الحرف بتاعها زي ما انتم شايفين كده. دي فكرة شفتها برضو على النت. بعد ما قصقصناها جبت بقى، كنت جايبة بقى من الملبس والشوكولاتات واللبان والبلالين، علب والبلالين اكياس ومصاصات. بصوا حاجات تفرح وحاجات جميلة قوي لما تدخلي السرور على قلب طفل وانتي بتصلي كده في المسجد صحابه وحبايبه. وانا هوريكم دلوقتي رحت فين وصليت فين. تابعوا معانا الفيديو للاخر وهوريكم. انا ما صليتش في الحدائق اصلا خالص، احنا من الحدائق، بس ما صليتش في الحدائق خالص. عملت الحاجة دي كلها وهوريكم. تابعوني للاخر. بصوا بعد ما قصقصناها وبدأنا نعبي، الله على الجمال. بصوا جمالها وحلاوتها. فرحة جميلة لما تفرحي ولادك ان هو يدي، دايما يدي مش ياخد، لا دايما عطاء. حطينا في كل علبة زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بسكوتة ملبسة. اللي مقدرتك فيه، لو ملبساية واحدة هتدخلي السرور والفرحة على قلب طفل. ملبساية وبالونة وشوكولاتاية ومصاصة. وانا خلصنا وسبت له الكور بقى لوحديها كده. وكنت جايبة حظاظات، حظاظات جميلة جميلة جميلة. وبصوا هوريكم في اخر الفيديو الحظاظات اللي انا جايباها. ودي الحاجات اللي اتبقت. هنا لقيت الاستاذ احمد بقى مخبي شويه بلالين ونفخهم وحطهم على السرير جوه. قلت له يا ابني الايه؟ قال لي انا شلتهم ليه يا تيتا؟ قلت له ماشي. بصوا شقتنا الجميله، شقتي الصغيره المتواضعه، فرشتها. الفرش بيبقى جميل وبيبقى فرحه وبهجه. يوم العيد ده، يوم الوقفه الصبح دي، يا ما بعملش اي حاجه خالص. يوم وقفه عرفات تدعي ربنا سبحانه وتعالى بس، تتفرغي للدعاء مش اكتر من كده. والحاجات اللي اتعبت، الكوبايات اللي اتعبت دي شكلها جميل، بقت عامله زي الشنط. اشكالها جميله جميله جميله. كان ابني بقى جه وحضرت، كنت محضره الفطار. قلت لهم يلا بقى، مرات ابني حضرت لي السفره الجميله. قلت لها كل حاجه جاهزه. كوارع، طاجن العرب، الفته والممبار والكوارع. طاجن العرب بالكوارع حكايه حكايه. اتفضلوا معانا بقى. ده كان المغرب أذن وحضرنا الفطار. كنت عبيت الحاجة وحضرنا الفطار. تحفة. لو انتوا معايا تشموا الريح والطعم أجمل. مش قادرة أقول لكم والله، يوم كان حافل ويوم جميل. كل سنة وانتم طيبين ويا رب يعودها علينا وعليكم بخير. دي الصور اللي اتصورناها هوريكم برضو واحنا بنفرق الحاجة. بس كان فيه مقطع اللي هو بتاع صلاة العيد، بس للأسف أنا اتحذف مني. بصوا هنا احفادي، انا رحت صورت فيهم سنه. قلت لا انا هروح عند بناتي اصلي معاهم وافرح معاهم بالعيد. دي خديجه، الانسه خديجه، ادعوا لها ربنا يشفيها ولابسها التصويره بتاعتها. ده الاستاذ يوسف. بناتي الاثنين في المسله. رحت صليت هناك. قال لي تعالي يا امي ما دام عايزه تروحي تصلي هناك تعالي. ما رضيش يزعلني بصراحه. وهنا بقى كنت بفرق الاساور والشنط والكور على الاطفال. كانت بتبقى بصراحه مش قادره اقول، فرحه جميله جميله. كل واحد بقى كانت الابله كده لما بتحب الحاجات تتفرق ونمسك نتفرق. انا رايحه هناك عندهم بالذات عشان افرح خالهم اللي هم ولاد خالهم يفرقوا مع بعض. يبقى ولاد بنتي وولاد ابني، ولاد بنتي دي ودي الابله كنده الصغيره. ولاد بنتي دي ولاد بنتي وولاد ابني كلهم يفرقوا مع بعضهم ويبقوا فرحانين مع بعض في صلاة العيد ويا بعضهم. وهم الاثنين بيفرقوا، هم كلهم بيفرقوا مع بعض. خدي يا رنا، خدي الولاد، امشي خدوه. يلا بقى خدوه، هاتي الدوجه. هات. وفين بتوع العيال؟ اهو معاك. خدي يا نكتك. امسك.
هنا بنتي عماله تقول لي هاتي هاتي لاولاد اخو جوزها حظاظات وكور وشنط، وانا جايبه الحظاظات هوريها لكم في الاخر. حظاظات جميله كانت بتفرح العيال بصراحه. كان كل اللي بياخدونا تصورنا بعد ما خلصنا صلاه العيد، فرقنا الحاجه وتصورنا. امي ربنا يديها الصحه يا رب، ويا رب ما يحرمش حد من اللي ليه، وكل سنه وانتم طيبين. وهوريكم الحظاظات اللي انا عملتها عشان تبقى فكره حلوه للي عايز ينفذها. ده الاستاذ احمد بعد ما رجعنا وخرج. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش بدعوه حلوه. كل سنه وانتم طيبين.